وانا مروح بالعجله لقيت عدد عجل كتير جدا على الطريق، فاستغربت وقلت لنفسي عدد العجل ده مش طبيعي، فوقفت عشان اشوف الموضوع ده بنفسي. فلقيت ان احنا جنب الاستاد وفي ماتش حاليا شغال، وده العادي عند الهولنديين ان هم بيروحوا كل مكان تقريبا بالعجله، حتى ماتشات الكوره. فبدات افكر وقلت لنفسي ان دي حاجات عاديه عند الهولنديين والشعب الهولندي، لكن بالنسبه لي ما زالت حاجات غريبه في هولندا. محلات النباتات في هولندا زي ما انتم شايفين، المحل اللي احنا فيه حوالي 4 5 ادوار بيبيع نباتات وورد بس، ودي حاجه من الحاجات الغريبه اللي شفتها هنا، فتعالوا اوريه لكم. ورحبوا معايا بنوح دلوقتي معانا بقاله شهر واسبوع، واول مره يطلع معايا في فيديو. وتعالوا بقى افرجكم على المحل هنا. الهولنديين مشهورين ان هم بيشتروا بيوت العصافير اللي شبه دي كده وبيعلقوها على الشجره او بيحطوها في الحديقه عندهم، او بيشتروا حاجه شبه دي واقفه كده. لكن بقى الغريب ان هم عندهم بيشتروا البتاع ده اللي احنا بناكله عندنا في رمضان او العيد. ده هم بيشتروه عشان يدوه للطائر. فبصراحه دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي ان احنا بناكل ده في رمضان او العيد وهم هنا بيدوا له الطيور. وبص برضك بياكلوا العصافير اللب ده اللي احنا بنشتريه عندنا في مصر، اللب السوري، بنروح على اللب السوري او لب العصافير. هم هنا فعلا بيدوا له العصافير. بصوا انا لقيت حاجه غريبه جدا، ان دي زبده الفول السوداني وفي منها اطعمه مختلفه. زبده فول سوداني للطيور. تخيلوا ناس بتيجي هنا تشتري زبده فول سوداني عشان الطير ياكل. جميل برضك ان هنا في المحلات دي عايز تدي هديه لحد فممكن تغلفها له بالحاجات دي برضك ببلاش. معظم المحلات الكبيره هنا في هولندا بتعمل الكلام ده، فنعمل كده. فانا غلفت دي، بس انا مش عارف بصراحه دي ايه، بس تمام. البنزين هنا بتحط بنزين لنفسك في العربيه، مفيش حد يمسح لك الازاز او يعمل لك اي حاجه، انت كل حاجه بتعملها مع نفسك. وزي ما انتم شايفين مفيش حد واقف في البنزينه. والبنزين دلوقتي عامل يورو 89 سنت. اهلا بيكم في بيتنا المتواضع. ده الزرع اللي احنا جبناه هنا اهو. المفروض بقى الزرع القديم هنرميه بتاع السنه اللي فاتت ونحط مكانه الزرع الجديد ده. مش عارف الهديه دي شكلها عامل كده ليه. ودي غرفه المعيشه. اهلا بيكم في غرفه المعيشه. برضك فيها ورد كتير، حتى جوه البيت في دايما ورد. واحلى حاجه برضك في الهولنديين ان هم بيبعتوا ورد. يعني احنا لما نوح اتولد بالظبط من شهر واسبوع، ناس كتير جدا بعتت لنا ورد. والورد ده اخر ورد مبعوث بقاله اسبوع، ودي حاجه بصراحه بحبها جدا في الهولنديين. الغريب بقى ان هم بيبعتوا كروت زي ما انتم شايفين كده. كروت عند الهولنديين حاجه جميله جدا، رغم ان هم عايشين في تقدم وتكنولوجيا بس ما زالوا بيبعتوا كروت لبعض. دول حوالي 30 كارت. وفي هنا برضو كروت تانية، الكارت بيبقى مكتوب عليه اسم الطفل، نوح بالهولندي ونوح بالعربي، ولو عايز تكتب حاجه بتتكتب في الكارت. وبرضك ممكن تعمله يدوي، ممكن تكتب يدوي وتبعته بالبوست. ودي بصراحه حاجه غريبه جدا بالنسبه لي ان هم ممكن يبعتوا مسج عادي على الفيسبوك ولا حاجه، لا هم برضك بيبعتوا كروت. زي ما انتم شايفين الكركبه دي ده مكتبي، انا هنا بشتغل. بس برضك في حاجه غريبه كده عايز اوريها لكم، تعالوا. بص، حاجه من الحاجات الغريبه جدا هنا ان برضك الشعب الهولندي لما بيجي له طفل جديد، زي ما مثلا ان هو واصل بقاله شهر ونص، بيجي حد من الجيران او العيله بيكتبوا اسم البيبي بره عشان الجيران اللي حواليك تعرف ان انت ربنا رزقك بمولود جديد، ويبعتوا لك كروت اللي هي موجوده جوه. وبرضك ازاي هم بيبعتوا الكروت دي من خلال البتاعه دي لو دخلت كده جوه بصوا عامله ازاي، عباره عن شباك كده. ولو حطيت ايدي هنا هتطلع من الناحيه التانيه كده زي ما انتم شايفين. يجي هنا حد يبعت الكروت وانت جوه البيت تاخد الكارت وكده. برضك لو جالك حاجه من البوسطه بتجيلك من خلال الشباك ده. بس فتعالوا ناخد العربيه واوريكم حاجه غريبه تانية موجوده هنا عند الشعب الهولندي. جراشات العربيات هنا في هولندا من الحاجات اللي لازم تدفع لها دايما. 80% من جراشات العربيات هنا في هولندا لازم تكون مدفوعه. بيبقى في زي آلة كده بتقدر تدفع من خلالها، عشان لو ما دفعتش بيجي البوليس بعجله كده بيديك غرامه. طبعا البوليس بعجله دي حاجه برضو من الحاجات الغريبه هنا في هولندا، ان معظم البوليس بتاع الشارع بيبقى راكب عجله. ويعتبر المكان الوحيد اللي بتركن فيه عربيتك من غير ما تدفع بيبقى قدام بيتك. ولو بيتك قريب من السنتر بتضطر تعمل اشتراك سنوي مع البلديه في البلد اللي انت عايش فيها عشان تركن قدام بيتك. وبما اننا جنب السوبر ماركت فتعالى اوريكم اغرب الحاجات اللي موجوده هنا في هولندا في السوبر ماركت.
الجهاز ده موجود في معظم السوبر ماركتات الهولنديه، خليك تعمل سكان لكل المنتجات اللي موجوده في السوبر ماركت من غير ما تقف على الكاشير تحاسب. اول حاجه بتاخد الجهاز زي ما انت شايف، ولو منتج مثلا عجبك، يعني انا اخد مثلا موز من ده، بيبتدي بيبقى فيه هنا باركود، تضغط كده بيبتدي هنا يعد ان خدت موز، وبعد كده لما تروح على الكاشير بيحسب لك كل حاجه وتحاسب على طول. حاجه برضو من الحاجات الغريبه هنا، انك لو لقيت منتج بتاريخ هينتهي تاريخ صلاحيته النهارده بتاخد المنتج ده ببلاش، وده عشان يضمنوا دايما المنتجات اللي موجوده تبقى دايما منتجات جديده. هنا برضو من الحاجات الغريبه ان لو حرامي سرق حاجه بيدفع غرامه 181 يورو وبعد كده بيسيبوه، بس لو كرر الموقف ده كتير يعني اتمسك كذا مره في المكان ساعتها بيطلبوا له البوليس، والبوليس يجي ياخده وساعتها بتروح السجن. انا فاكر عندنا لما حرامي بيسرق حاجه بيطلع عينه. الثلاجه دي بيبقى فيها منتجات هينتهي صلاحيتها خلال يوم او يومين، وبيبيعوا الحاجات فيها ب 50% خصم، يعني بنص سعرها واقل من نص سعرها كمان. فبصراحه دي حاجه برضو من الحاجات اللي بحبها، ان انا ساعات بلاقي منتجات بتعجبني وساعات لا. مثلا في هنا جبنه سعرها الاساسي عامل 5 يورو، دلوقتي عامل 2.5 يورو. فساعات بتلاقي حاجات حلوه. برضو حاجه من الحاجات اللي بحبها، الباكيته دي بتبقى عباره عن وجبه ينفع تعملها في البيت، بس بيديك الحاجات اللي انت محتاجها للوجبه بس. يعني هنا في مثلا بصلايه وفي خيار وفي جزر، يعني الحاجات اللي انت محتاجها للوجبه دي، بدل ما تشتري كيلو بصل او كيلو جزر بتاخد الوجبه دي تعمل من خلالها وجبه اللي انت عايزها. بس هنا بس الفكره انك هنا لازم تشتري 250 جرام فراخ وساعتها الوجبه دي هتبقى جاهزه معاك. دي عامله 2.5 يورو. ففكره ذكيه وغريبه بالنسبه لي، حبيتها جدا. حاجه من الحاجات الغريبه وبرضك بحبها ان بيبقى في مكان كده مخصوص للاطفال ان هم ياخدوا فاكهه منه ببلاش. وبرضك في الحاجه اللي انتوا شايفينها دي بتبقى عباره عن مكان ان طفلك يقعد يلعب هنا وانت تشتري اللي انت عايزه وبعد كده تاخده وتمشي. فاهتمامهم للاطفال هنا برضك في هولندا في المحلات الكبيره او اي مكان، دي من الحاجات اللي بحبها جدا هنا. احلى حاجه في الجهاز ده انك بتبقى عارف الشريط بقد ايه بالظبط، مش هتروح قدام الكاشير برضك وتتفاجئ. فدي حاجه بحبها في الجهاز ده. وبالنسبه للبتاع دي باللحمه بس حلال، عشان الناس هتقعد تقول لي حرام في الكومنتات وكده، دي حلال. يا حاجه برضو من الحاجات الغريبه هنا، انك لو نسيت شنطتك بتدفع ثمن الشنطه 75 سنت، يعني حوالي 40 جنيه مصري. احنا كده عملنا سكان لكل المنتجات اللي معانا، فبتيجي تعمل هنا سكان للكيو ار كود ده. في العادي المفروض بتدفع على طول بعد ما تعمل سكان للباركود، لكن ساعات بيختاروا عشوائي عشان يتاكدوا انك عملت سكان لكل المنتجات اللي معاك في السله، وانك ما سرقتش او حطيت منتج من غير ما تعمل له سكان. وكل اللي الراجل بيعمله ان هو بيعمل سكان ل5 منتجات عشان يتاكد، وبعد كده بتتم عمليه الدفع عادي. وبعد كده قال لك ما بطاله، يعني انت المفروض بقى دلوقتي تدفع، بعد كده بتيجي هنا تدفع كده من غير ما تعمل سكان لاي منتج من المنتجات دي. بس دي الحاجات اللي احنا جبناها من السوبر ماركت. وفي حاجه كده غريبه عايز اوريها لكم، ان الازازه هنا في هولندا لما تيجي تفتحها دايما بتلاقي البتاع دي دايما لازقه كده، الغطا بيبقى دايما لازق في الازازه مش زي عندنا. الحوار ده اتطبق جديد بقاله حوالي سنه من بعد ما جيت هولندا، ففي الاول كانت الازايز عادي، بس بعد كده بداوا يعملوها كده. الحوار ده رخم جدا. وبرضك لو بصيت على ازايز تانية، يعني مثلا هنا انا ما عنديش ازازه، بس مثلا ده اللبن اهو، ده في برضك نص ليمونه اللي امي دايما بتحطها في باب الثلاجه، لما جيت هنا عرفت ايه لازمتها. المهم بص، دي مثلا برضك ازازه اللبن، تيجي تفتحها تلاقي برضك الغطا لازق. اي ازازه تشتريها هنا في هولندا تلاقي الغطا لازق في العلبه. الحوار ده غريب، كان غريب بالنسبه لي اول ما اتطبق ورخم. طبعا امي لو بتتفرج دلوقتي هتقول لي طب ما تفضي في كوبايه وتشرب. يعني انا ساعات بصحى من النوم الساعه 3 ولا 4 بالليل وعايز اشرب، فمش هقعد افضي في كوبايه، فتيجي تشرب تلاقي الغطا دخل في مناخيرك. فدي حاجه من الحاجات الرخمه جدا بالنسبه لي. وفي برضك حاجه هنا غريبه، ان الستات في هولندا عادي ممكن تولد في البيت، مش زي عندنا لازم تروح مستشفى او حاجه. فساعتها بيبعتوا لك حاجات طبيه شبه دي كده، وده وكرسي شبه ده، والحاجات دي شويه حاجات كتير ليك وللطاقم الطبي عشان يضمنوا سلامتك. مثلا زي الكرسي ده كده، ده بتحطه كده لما الست بتولد بتحطه على السرير عشان تسند ظهرها عليه وكده، يعني كذا حاجه كده. بس انت المهم تعرف قبلها الصحه في هولندا انك هتولد في البيت عشان يبعتوا لك الحاجات دي. الحاجات دي بتطلبها قبل الولاده بحوالي شهر او اسبوعين. المفروض اقصى حاجه عشان ترجع الحاجه دي شهر ونص شهرين. المفروض بقى هنرجع الحاجه دي، وبرضك الحاجات دي طبعا بتجيلك ببلاش تبع التامين الصحي اللي ليك في هولندا.
رجعنا لحاجه، وحاجه من الحاجات الغريبه هنا برضك في هولندا، كرسي الاطفال ده. الكرسي ده لازم يبقى موجود معاك لحد ما طفلك يوصل طوله 135 سم، وده الزامي هنا. ودي كانت حاجه من الحاجات الغريبه بالنسبه لي، لان عندنا في مصر او الوطن العربي معظم الدول مش بتستعمل الكرسي ده. طب مثلا انت سقت وحطيت طفلك في العربيه من غير الكرسي ده، ساعتها ممكن تاخد غرامه بتوصل ل 180 يورو، وده طبعا كله عشان امان الطفل. وده شكل الكرسي بيبقى عامل كده. الطفل في اول سنه ليه لازم يبقى قاعد باصص للاتجاه ده، وده امان ليه. يعني هو في كذا قانون كده غريب. وطبعا لو قعدت قدام لازم تقفل الاير باك. وبعد ما الطفل يتم سنه واكبر شويه، ساعتها الكرسي ده بتلفه كده الناحيه الثانيه، الطفل يقعد الناحيه الثانيه. في حاجه كمان لازم تشتريها، وهي المرايه دي. طبعا دي مش الزاميه، الكرسي هو اللي الزامي، بس المرايه دي عشان وانت سايق تعرف تشوف طفلك. يعني تبص في المرايه وتعرف تشوف طفلك هنا. فالمرايه دي مكسوره زي ما انتم شايفين. وفي بقى حاجه من الحاجات اللي انا دايما بحب اجيها لو حاجه اتكسرت او عايز اجيب حاجه مستعمله، وهي محلات الكرين لوب. محلات الكرين لوب هنا مشهوره في هولندا، فتعالى اوريها لكم. بصوا احنا جايين ندور على مرايه، حاجات كتير جدا مختلفه. هنا مثلا ده حاجات كلها للخوذ وكده. ده قفل عجله عامل يورو ونص. بص انا جاي اجيب المرايه، بس لو في حاجه تانية عجبتني برضو هجيبها. في حاجات كتير مختلفه، في حاجات اللي هي فينتج قوي، حاجات كلها للستايل القديم، سواء بقى هدوم سواء اي حاجات مختلفه. في مثلا عندك الترابيزه دي بالكراسي عامله 55 يورو. بصوا دي اضاءه عامله ازاي، اضاءه كبيره للمطعم عامله 150 يورو. تقيلة قوي. الفكرة هنا عند الهولنديين ان القيمة الشرائية عند الشعب الهولندي عالية جدا. يعني ايه القيمة الشرائية؟ يعني الناس بتشتري بكميات كبيرة، وبعد كده يقول لك بقى مش هرميها، لان هو لو رمى حاجة بيوديها شركة الزبالة. ليه؟ باين مرة في السنة ان هو يودي حاجة ببلاش، غير كده لازم يدفع لشركة الزبالة. فيقول لك بدل ما ارميها اجيبها هنا، حد تاني يستفاد بيها، وفي نفس الوقت تتباع بسعر رخيص. في برضك هنا ملابس لو بصيتوا زي ما انتم شايفين، برضك لبس كتير جدا. لبس شبه ده عامل 6.5 يورو. يعني حاجات كلها والله ستايلها جميل. بس طبعا انا برشح ان اي حد يجيب حاجه من المحلات دي ما تكونش حاجه استعمال شخصي او حاجه فيها بطاريات. يعني مثلا اي اجهزه بفضل تجيبها جديده، لكن مثلا زي مرايه العربيه كده تقدر تيجي تجيبها من هنا بسعر رخيص. انتوا شايفين محل كبير جدا. بصوا هنا لو بصيتوا برضه في المجات دي عشان القهوه وكده. الكنبه دي والله مريحه، راحه مش طبيعيه. بس ستايلها قديم. الكنبه دي دلوقتي سعرها الاصلي عامل كاتبين 650 يورو، ودلوقتي سعرها عامل 50 يورو بس. بصوا الترابيزه دي عامله ازاي، ترابيزه بلياردو صغيره. ما اعتقدش دي للبيع، ما اعتقد حاطينها بس عشان اللي عايز يلعب وكده. مش مشكله، مش عايزين، ما بعرفش العب اصلا بلياردو. طبله دي عامله 22 يورو. بصوا ده قسم خاص بالكتب. زي ما انتم شايفين الراجل جاي يقرا حاجه كده في قمه الجمال، كلها كتب قديمه بس عامله ازاي، كتاب تقيل. بصوا الكتاب ده من سنه 1935 وده عامل 6 يورو. خرائط العالم وكده. بحاول ادور على خريطه العالم عشان الاقي فلسطين موجوده ولا لا. بصوا كاتبينها هنا فلسطين. عجبني جدا ان في اماكن كده عاملينها انك تقدر تقعد وتقرا الكتاب اللي انت عايزه. وعجبني قوي الراجل اللي قاعد بيقرا ده. وفي برضه بنت هناك قاعده جنب الشباك قاعده بتقرا. هم حاطين لك الكتب تقرا زي ما انت عاوز، ولو مش عايز تشتري برضه عادي ما تشتريش. ففكره حلوه جدا. في القسم اللي احنا فيه ده قسم خاص بالميوزك وكده، كلها حاجات كلاسيك، مايكل جاكسون بقى والحاجات القديمه دي. حاطين تلفزيون قديم جدا وشريط الكاسيت دي. بصوا هنا في فريمات للصور وكده. فالفريم ده عجبني عامل 50 سنت، فاخد واحد محتاجه لحاجه عندي في البيت هبقى اوريها لكم كمان شويه. ده قسم خاص بالمعالق. فانت حرفيا المكان ده انت تقدر تيجي هنا لو فاتح بيت يعني شريت بيت جديد او اجرت بيت جديد، تقدر تيجي تجهز نفسك. وعلى طول الحاجات هنا بتتجدد على طول، كل يوم تلاقي حاجات جديده. بصوا دي اير فراير عامله 10 يورو. أوف. والله يا بلاش. دي كلها الحاجات كلها لسه جايه جديده، هيتم عرضها في المحل. المخزن الكبير بتاعهم حاجات كتير جدا. عاملين مكان خاص للالعاب الرياضيه والتيشيرتات الرياضيه والملابس الرياضيه. يعني انت لو جيت هنا قعدت تجمع شويه حاجات من دي هتفتح لك احلى جيم في البيت. كوتش بعجل ده عامل كام؟ من 8 يورو. بصراحه المحلات دي تلاقيها منتشره في كل هولندا، وكانت غريبه بالنسبه لي لان المحلات دي مش موجوده عندنا. انا مش عارف ليه بصراحه هي مش موجوده عندنا، لان الفكره حلوه جدا. انت مش محتاج حاجه فبتبيعها بسعر قليل شويه لانك مش محتاجها، وشخص تاني محتاجها بيشتريها بنص السعر، فكله بيساعد بعض. فدي فكره حلوه. بص الكرسي ده عامل
30 يورو. تخيل الكرسي ده ب 30 يورو واحنا لسه جايبين حاجات من السوبر ماركت 45 يورو. فتخيل الحاجات اللي انت جايبها من السوبر ماركت الاكل، الكرسي ده ارخص منها. وانا طبعا جاي هنا عشان المرايه بتاع العربيه بس مش لاقيها، فممكن ابقى اجي تاني ادور عليها. مثلا انت لو جاي هنا دراسه تقدر تجيب كنبه وكومودينو شبه ده، يعني الكومودينو ده عامل 20 يورو، فانت تقدر تجهز بيت كامل بحاجات مستعمله شكلها كويس ونظيفه. بص عربيه الكامب دي جميله جدا. العربيه دي برضك ايه، كلاسيك كده، ايه اخر شياكه. عربيتين بصراحه شكلهم جمال. وتعالوا نشوف بقى الحاجه اللي عليها الدور. محلات الكامبينج هنا في هولندا مشهوره جدا. يعني انت هتلاقي محل كامل زي اللي احنا فيه ده حوالي 3 4 ادوار مخصوص بس للخيم، لان الهولنديين هنا من اكتر الناس برضو اللي بيعملوا تخييم. وعموما في اتحاد اوروبا كله تلاقي محلات التخييم في كل حته. الغريب بقى عند الهولنديين ان هم ما بياخدوش الخيمه ويطلعوا يخيموا زي باقي سكان اوروبا. تلاقيهم حرفيا بياخدوا كل البيت معاهم، سواء بقى بوتاجاز، ثلاجه. بصوا زي ما انتم شايفين الخيمه دي من الخيام اللي حبيتها جدا، عامله 1000 يورو بس، عباره عن مكان بتنام فيه ومكان تقعد هنا تستجم وكده. تخيل بقى الفيو هنا على البحر، حاجه كده ايه اخر روقان. وبصوا دي عامله ازاي، دي عامله 3275 يورو. بص عامله ازاي، بصوا حاجه كده اخر جمال. تاخد عربيتك وتحط فيه الخيمه وتطلع تعمل كامبينج في اي مكان في اوروبا. صراحه دي جميله قوي، بس 3275 يورو كتير جدا على خيمه بس. شكلها جميل. هنا مكان تحط فيه الهدوم بتاعك، رايقه قوي دي برضك. بصوا دي عامله ازاي، دي عامله 450 يورو، ودي بس الكفر اللي بره. وجوه هنا دي عامله 1400 يورو. ايه والله اخر جمال. دي بقى مختلفه شويه انها فيها اوضتين، بس دي سعرها ارخص شويه من اللي هناك لان دي فيها زي حديد كده. الهولنديين بيحبوا يطلعوا تخييم، بيبقى عايش في بيت كبير جدا ويروح يقعد في خيمه زي ما انت شايف كده صغيره، او عيله كبيره كلهم يقعدوا في الخيمه. بص دي حاجه من الحاجات، دفايه بتاخدها معاك الخيمه زي ما قلت لكم، وشويه هوريكم الثلاجه والغساله وباقي الحاجات. بتشتغل بالخشب، بتحط الخشب ورا ومفروض الحراره بتطلع من هنا. ودي حاجه تانية، ده البوتاجاز برضو، ده عامل زي باجور اللي كان عندنا ايام زمان. بتحط هنا لو عايز تطبخ ولا حاجه، وفي نفس الوقت برضك ممكن تشغلها دفايه. بصوا الخيمه دي رايقه قوي. دي بقى مش خيمه، دي حاجه تحطها جنب خيمتك عشان تقعد فيها، عامله زي القعده العربي كده. عامله ازاي، حاجه كده اخر روقان. فانت حتى المخدات دي نفسها مخدات نفخ، يعني انت ممكن تنفخها عشان ما تاخدش معاك مساحه في العربيه. فالتخييم عند الهولنديين يعتبر في حته تانية، لان هنا الهولنديين زي ما قلت لكم بياخدوا كل حاجه معاهم. بصوا وده اللي انا بقول لكم عليه، بياخدوا مطبخ زي ده كده، بيحطوا الحاجه فيه هنا، وبيشتروا بوتاجاز برضو بيتحط فوق كده. بصوا الخيم دي شكلها اصغر من الخيم اللي موجوده فوق، ستايل تاني. والخيم دي اسرع شويه انك تحطها وتشيلها لو هتخيم مثلا ليله في مكان، فيا دوبك تحطها وتشيلها بسرعه. بصوا دي الثلاجات اللي انا قلت لكم عليها، دي ثلاجه تانية كلها بتبقى عباره عن ثلاجات بتتوصل بالعربيه اللي انت فيها. وبصوا برضو ده تلفزيون صغير تحطه في الخيمه، عامل 250 يورو. كل حاجه حرفيا بياخدوها. عندك برضو هنا دفايات، منها الكهرباء بتبدا من 20 يورو. في برضو منها لو حبيت غاز، في برضو منها الغاز، تحط انبوبه غاز تبقى الدفايه شغاله طول اليوم، ودي عامله 40 يورو. عندك برضو الكراسي عشان تحطها في الخيمه. في انواع كتير جدا مختلفه من الكراسي، في كراسي حواليك في كل حته. دي كراسي صغيره، ولو بصيت هنا في كراسي اكبر شويه، دي يا دوبك بتطبقها بتبقى صغيره جدا عشان ما تاخدش معاك مساحه في العربيه. وفي الاخر الحاجات اللي كانت غريبه بالنسبه لي في يوم من الايام، مع الوقت بقت جزء من حياتي وبقيت بشوفها طبيعيه، مع ان مازال في شخص تاني بيشوفها غريبه. وفكرت وقلت لنفسي، لو كل حاجه غريبه بقت عاديه، هل ممكن في يوم من الايام ما يبقاش في حاجه غريبه؟ ونسيت اقول لكم ان هنا معظم الحمامات في هولندا بيبقى في حمام كبير فوق لاصحاب البيت، وفي حمام صغير كده زي ما انتم شايفين. ده بيبقى حمام الضيوف، بيبقى طوله متر، نص متر. لو ضيف جالك او كده بيجي يعمل حمام هنا، ما بيطلعش الحمام اللي فوق. ودايما تلاقيهم معلقين صور في الحمام ورسومات وحاجات كده غريبه. بعد اذنكم، نسيت حاجه. فاكتب لي ايه اكتر حاجه شفتها غريبه في الاول ومع الوقت بقت عاديه بالنسبه لك، واشوفكم في فيديو جديد.